في الفيديو النهارده هنعمل الوافل. طبعا كل الناس بتحبه وهنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش بتاخد وقت خالص. انا جربت طرق كتير فيه جدا. فصلت البيض عن الصفار وضربت بالمضرب وبعد كده بالمعلقه، وبعد كده روايات كتير قوي وقصص كتير وحاجات كتير. بالعكس الطريقه دي سهله وبسيطه جدا، بعمله في دقيقتين وانا واقفه. وبالمضرب اليدوي كمان. المقادير بتاعته: اول حاجه بيضتين، هحط عليهم كيس فانيليا او حبه فانيليا يعني حسب اللي موجود عندنا. وهضربهم بالمضرب اليدوي. هو كل الطريقه بالمضرب اليدوي، مش هستخدم اي كهرباء خالص، ولا هفصل الصفار عن البياض، ولا هعمل اي حاجه. بعد كده هضيف عليهم معلقه سكر واحده بس. والفكره في معلقه السكر ديت ان هو ما ياخدش لون من بره، يحمر قوي من بره ومن جوه يبقى طري لسه. لا، انا عايزه الوافلز يكون مقرمش من بره وطري من جوه. بعد كده هزود عليه نص كوبايه زيت، وبرضه اخد تقليبتين. كل حاجه هنحطها هنقلب تقليبتين بالمضرب. ونص كوبايه حليب بس، لبن يعني، نص كوبايه لبن بس. وبعد كده كوبايه وربع ميه. يا ريت نلتزم بالمقادير بالظبط، كوبايه وربع ميه، تكون هي كوبايه واحده اللي بعمل بيها كل حاجه. وهضرب او هقلب تقليبتين بالمضرب. وبعد كده هضيف الدقيق هيكون 3 كوبايات دقيق. انا هضيفهم بالتدريج يعني عشان بس ما يكلكعش معايا، لان انا بعمل بالمضرب اليدوي، فانا عايزاه يبقى القوام بتاعه سايل وطري وزي الكيك كده. هقلب بالمضرب اليدوي شويه بشويه علشان خاطر بس ما يكلكعش معايا. وبعد كده هضيف حبه بحبه. وفي الاخر خالص بعد ما هضربه كويس هحط كيس مش كيس بيكنج باودر، يعني انا عايزه 3 معالق بيكنج باودر. يعني تقريبا هيكون اقل من الكيس بشويه. وهفضل اقلب بالمضرب اليدوي لحد ما يعمل لي خليط زي البان كيك او زي الكيك مثلا، بيبقى نفس السمك بتاع اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. يعني انا مش عايزاه يكون تقيل ولا خفيف عن كده. لو استخدمنا نفس الكوبايه لكل المقادير هيطلع بالظبط كده. طبعا انا مسخنه الجهاز علشان لما احط الوافل فيه ما يلزقش فيه، يعني لازم يكون الجهاز شغال. وهرش عليه زيت كمان من فوق ومن تحت. هي المره دي بس، المره الاولى بس اللي هرش فيها زيت. وبعد كده عادي هشغله عادي. نفس القوام ده كده، انا عايزه نوصل لنفس القوام ده كده. لو استخدمنا نفس الكوبايه هيبقى بالظبط القوام كده. انا خلاص رشيته وخلاص شغلت الجهاز اصلا من بدايه ما كنت انا بعمل عشان يسخن قوي. هحط فيه بقى المقدار اللي هو يعني حسب جهاز كل واحد. يعني انا الجهاز بتاعي بياخد تقريبا المقدار اللي انا بحطه ده كده. وبعد كده بقى هقفل عليه وهسيبه لحد لما اما هيحمر. هو كده لسه يعني لحد ما هوصل للون اللي انا عايزاه. طبعا اضافات الوافلز زي ما احنا عايزين بقى. حطوا بقى اللي انتوا عايزين تحطوه كله بقى. ايس كريم، نوتيلا، زبده فول سوداني. انا بحب طبعا زبده الفول السوداني جدا على الموز وعلى صوص شوكولاته كمان. طبعا مع ايس كريم بقى ومع صوص فراوله يعني. هو الوافلز اصلا بيتقبل اي حاجه وعلشان كده انا قللت السكر اصلا في المقادير. ما فرقش في طعمه حاجه، لان هو كده ولا كده بيتضاف له اضافات كتير. يعني هو بيتحط عليه اي حاجه موجوده في البيت عادي. كل واحد وذوقه بقى، الحاجه اللي احنا نحبها. بصراحه الطريقه دي طالع تحفه جدا. انا كان نفسي اوريكم قد ايه هو بيبقى مقرمش من بره وبيبقى من جوه حلو ومستوي ومن جوه حلو طري يعني عادي. انا بعمل المقدار كله على فكره. وبحطه عندي في علبه وفي التلاجة، وبخرجه احطه في الاير فراير. بيطلع بيبقى بيتحمص قوي. او اللي مش عنده اير فراير يحطه في الفرن، في الفرن عادي، يسخن الفرن ويحطه فيه. بجد طالع تحفه جدا جدا زي اللي بناكله بره. ولما هنزود له بقى الاضافات اللي احنا عايزينها هيطلع زي ما احنا عايزين. الطريقه دي سهله قوي وبسيطه، مش بتاخد دقيقتين فعلا. وانا واقفه في المطبخ عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه.